وبعدين انا عن جد نفسي حدا يخبرني وبعدين يعني شو ممكن لسه يصير اكثر من هيك. لعبنا 3 جولات تعثرنا بجولتين منهم، تعثرنا قدام انديه طالعه من الدرجه الثانيه. يا امة الله حدا مستوعب اللي عم بيصير؟ ريال مدريد باول 3 جولات تعثر بجولتين تقريبا 15 مره بتاريخه، 14 مره راح منه الدوري ومره واحده بس قدر يحقق الدوري بهذا الشيء، وكانت ايام الكورونا مع زيدان. يعني والله العظيم نحن كجماهير مش عارفين من وين رح نلاقيها ولا من وين. من فينيسيوس اللي من وقت اجى العرض من الاهلي السعودي وهو فايت ب 60 حيط وبطل يعرف يلعب كره القدم، ولا من رودريجو اللي ما عارف رح يضل بريال مدريد ولا بده يروح على السيتي، ولا من مبابي اللي ما عارف يتاقلم ولا قادر يسجل هدف وضايع ونسيان كره القدم، ولا من انشيلوتي اللي بتقول له يا مستر الفريق عم بيعاني بيقول لك الله يكون بعونه. يا جماعه الخير لاس بالماس يمكن قيمته السوقيه 13 مليون، يعني ارخص من ارخص لاعب عندك بالفريق. امبارح لعب احسن منك وكان عم بيقدم كره قدم اجمل منك. بس لوين وصلنا لهذا الوقت يا امه الله؟ لهذا الوقت وصلنا. هذا مو ريال مدريد اللي بنعرفه واللي متعودين عليه. اللي عم يلعبوا حاليا عباره عن